أهلا بكم. تدور أنباء في الساحة الرياضية السعودية عن صفقة تبادل لاعبين مرتقبة بين العاصميين الهلال والشباب. وتناقلت وسائل أنباء غير رسمية مفاهمات بين الناديين الكبيرين تستهدف انتقال حسن معاذ لاعب الشباب في مقابل لاعبين من الهلال ومبلغ مالي، ولم تورد هذه المصادر أي حديث رسمي لمسؤول في ناديي العاصمة يدعم هذه الأخبار بالإثبات أو حتى ينفيها. وعبر الهاتف يلتحق بنا الآن من العاصمة الرياض سيد خالد البلطان رئيس نادي الشباب. أهلا بك معنا. أولا في مساحة قبل أن نطرح أسئلتي، كيف تعلق على هذه الأنباء؟ مساء الخير يا أخوي. مساء الخير. موضوع العرض دخول نادي الهلال معنا بمفاوضة لأجل طلب خدمات اللاعب حسن معاذ وردنا عليه، أعتقد لا زال تحت المفاوضة ولا زال موجود. نعم، ولا ننكر وجود هذا العرض، لكن اللي أبغى أحب أقوله يعني إنه وجود هذا العرض لا يعني الموافقة، ولا يعني حتى إنه الموافقة الهلالية حتى على بعض طلباتنا أو موافقة شبابية على طلبات الهلال. هي مفاوضة، وأعتقد أن المفاوضة شيء طيب بين الأندية، شيء موجود، ولا يعني إطلاقا تفريط أو حتى تفريط هلالي أو تفريط شبابي. طيب، ما تزال هذه المفاوضات مستمرة؟ والله ما موجودة، لكن طبعا كل إنسان يبغى يحافظ على مصالح ناديه. أنا بالنسبة لي يهمني الشباب، يهمني تاريخ الشباب، يهمني لعيبة الشباب، يهمني رضاء الجمهور الشبابي. نعم. بالنسبة لي لن يخرج حسن معاذ أو غير حسن معاذ إلا إذا حصلنا لاعب أو حصلنا على أقل تقدير نجم أكبر من النجم اللي احنا بنتركه، أو على الأقل يوازيه، زي ما حصل مع ناصر الشمراني. احنا لما يعني استجبنا لطلبات ناصر بالمغادرة، نعم. جبنا على طول نايف حجازي، يعتقد نجمين في نفس المستوى. لكن الوضع الآن يختلف. احنا في نادي الشباب متعودين على أن نستمع، متعودين على أننا نستمع من يعني لما نادي مثلا يطلب منك طلب مبادلة لعيبة أو مفاوضة، ما في مانع يعني لما تكون إداري أو تكون رئيس انك تستمع. يعني ما في مانع من الدخول في مفاوضات، لكن ليس يعني معنى هذا القبول. مانع، لكن لا معنى انه موافقه للهلال او لغير الهلال، او حتى يعني انا شايف انه الحديث هذه الايام كانه الموضوع حسم او الموضوع لم يحسم او اعتقد التفاهم بيننا وبين الهلال يتم بطريقه شخصيه وبطريقه رائعه وبطريقه جيده، ولا في انا اللي بطمن الجمهور الشبابي ان يطمئن، لن يحدث شيء الا ما يرضيهم. جميل. طيب الأنباء أو التفاصيل اللي أيضا غير رسمية كما قلنا في بداية الخبر، بأنه أنت طلبت لاعبين من الهلال، وبعض التحليلات الخاصة تكون انك طلبتها على سبيل التعجيز حتى تلغي الصفقة، يعني ما تقول للهلاليين لا، لكن على سبيل التعجيز. يعني طلبت أنت سلمان الفرج وسالم الدوسري في مقابل حسن معاذ. لا القضية أول شيء لا يوجد تعجيز ولا يوجد أيضا خجل لا من الهلاليين ولا من غيرهم. ما في داعي للكلام إني أنا والله أطلب لسبيل التعجيز، بالعكس التفاهم بيني وبين الهلاليين أو أي نادي هو تفاهم واضح، وهي تفاهم مصالح لا أقل ولا أكثر. العلاقة الخاصة يعلم الله أنها مع الجميع، وبالذات مع إدارة نادي الهلال اللي الإدارة أنا أحب اسمه الأمير عبد الرحمن وأغليه وأقدره، ولكن هو يعرف مدى حرصي على الشباب وأنا أعرف مدى حرصه على الهلال. نعم. لا يوجد تعجيز، هي فقط مصالح وفقط تفاهم. أعتقد واضح، ولا تستعجل. أنا ما أبغى أحكي بصراحة، المعلومات عندي لكن ما أبغى أحكي. هي القضية. طب خليني أنا على الأقل أطرح الأسئلة اللي موجودة في الوسط الرياضي. إذا كنت لا تريد أن تحكي فهذا قرارك الراجع لك. الآن أنت اعترفت بمفاوضات لطلب حسن معاذ، هل طلبت لاعبين في مقابله من الهلال ورفضوا؟ في طلب طبعا وفي رفض وفي قبول، ولكن إذا ما جاء الأمور على ما نبي أو الأمور جت على ما يرضي الناديين لن تتم هذه الصفقة. مو شرط تتم يعني. جميل. مو شرط تتم أولا، وثانيا أيضا يعني حسن معاذ نجم كبير، تفريط فيه أو حتى مبادلته بلاعبين أعتقد قرار مش سهل صعب. إذا ما يندفع الثمن
حق هذا القرار أنا الصعب صراحة أفرط فيه. طيب. وأنا بلغت اللاعب إنه متمسكين فيه. اجتمعت باللاعب أنت؟ اجتمعت باللاعب. كنت أنا استضفت حسن معاذ قبل أسبوعين وقال حديث، بعده استضفتك قلت لي إنك ما سمعت الحديث ومش قدام التلفزيون، أكيد إنك سمعته بعد كذا. هل ما دار في الحديث هو السبب؟ هل ما دار في مقابلة حسن معاذ هو السبب الآن في ابتعاد حسن معاذ عن مسار نادي الشباب؟ لا أبدا إطلاقا، ولا بحياتي أبدا إني جعلت من الأمر الفني يتداخل مع العمل الإداري. ابتعاد حسن معاذ هو من جاء من المنتخب وهو في حالة يعني غير جيدة فنيا، وهو متفاهم مع المدرب والمدرب مبلغه القرار. واستمعت أنا للحديث، قضية فنية بحتة، وإن شاء الله حسن نجم كبير، والفترة اللي يمر فيها الآن يمر فيها أي نجم حتى عالمي ممكن يمر فيها ويرجع. طيب اجتمعت به أمس؟ حسن انه قادر انه يرجع. امس استمعت لحديثه ذيك اليوم. طبعا هو حسن قال انه الكابتنيه سحبت، حقيقه لم تسحب الكابتنيه اطلاقا، هو من رفضها في مباراه الباطن، مباراه الاهلي، مباراه النهضه لم يلعبها، فلم يلعبها اساسي، لم تكن الكابتنيه معه. طيب مباراه الباطن هو من رفضها، واحنا قلت له من سحب منك الكابتنيه؟ قال لا انا رفضتها. بس حسن الله يهديه لما طلع معاك قال والله حط فيها قصه لا اقل ولا اكثر. يعني ما كان كلامه صحيح؟ سمعت معاه لا غير صحيح. شو حد يقول كذا؟ قرار طيب. إداري، لا يوجد قرار إداري بسحبها، بالعكس هو من رفضها. ليش قال كذا؟ اسأله. الشيء الثاني موضوع اللي هو اجتماعك معه أمس. نعم، اجتماعك معه أمس عن الصفقة. أمس اجتمعت مع حسن معاذ. أمس طلب مني، أمس حقيقة جاء وزارني وطلب مني إنه ينتقل وأنا رفضت. قلت له لا، القرار قرار نادي الشباب ليس قرارك، وقرار هذا قرار تاريخي وقرار لا يمكن أن نحسمه. هو طلب الانتقال إلى الهلال؟ لا 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 لا، ما طلب الانتقال للهلال، قال أنا يعني أعطيت كل ما عندي وقضية عندي قضية، هو من طلب. وسألته حقيقي قلت له تعال الآن، أنت سبق أنك قلت في برنامج في المرمى أو أعتقد بتال سألك إن في مسؤول شبابي قال لك حتطلع. قال لا مش صحيح، أنا ما في أي مسؤول شبابي قال لي. فالقضية وأنا أخوك يعني حسن معاذ في أيدي الأمين، وحسن معاذ يمر مرحلة لازم نقف معاه كجماهير وكإدارة. قضية المفاوضة شيء، وقضية إنه حسن معاذ يعني يعامل معاملة في الشباب مش ولا لا، بالعكس يعامل ككابتن وكنجم وكإنسان له كل احترامه، ولاعب له مجهوده وله تاريخه في النادي، والجميع يعزه ويغليه، أولهم رئيس. جميل. طيب اليوم تناقلت الأنباء على خلفية هذه الصفقة اللي هي شغل الوسط الرياضي، أنباء بأنه أنت أغلقت الملف مع الهلاليين. شوف طال عمرك، الذي يفتح الملف أو يغلق مصالح نادي الشباب. مصالح نادي الشباب هي فوق كل اعتبار يا جماعة. بالعكس أنا لقاءاتي مع الأخوان في نادي الهلال دائمة، واتصالاتنا دائمة فيها الصفقة أو في أي أمر آخر، يعني ما هي القضية قضية صفقة. أنا ما أبغى أتكلم كثير عما يدور بيننا، لأنه حقيقة من المفروض أن نحتفظ بسرية هذا الوضع. لكن أنا اللي بأكد أنه جمهور الشباب غالي جدا عندي، وغالي أكثر مما يتوقعهم مدى غلاهم، وبالنسبة لنا لن نعمل شيء في نادي الشباب إلا ما يسرهم ويسعدهم. جميل جميل، شكرا جزيلا سيد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، متحدثا عن المفاوضات الساخنة التي شغلت الوسط الرياضي. شكرا جزيلا لك.